صباح الفل. فيديو مرتضى منصور من امبارح عامل ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. انا كنت في مدرسه الايمان القبطيه. مدرسه اسمها ايه؟ الايمان القبطيه مسيحيين. اللي قاعد جنبي في التخته 3 سنين ميخائيل. وانا في ابتدائي هقول لك ده بيشتغل ايه بقى؟ كنت بذاكر في شارع خلاط مع اثناسيوس. ده اكبر دكتور جراح في انجلترا دلوقتي. بلاش انا في موضوع المسيحيين. صديق عمري في القضاء جورج لويس كان رئيس محكمه. بلاش تعمل المسيحيين والمسلمين معايا انا. هتولعوا البلد. وبقول لي سياده قداسه البابا تقدرس لم الهدي. وان هو كان بيقول في الفيديو ان في ناس بتحاول تزق قضيه ياسين وبتشوفها من منظور طائفي، وان هو متولي القضيه من الحته الطائفيه، فحاول يوضح للناس انه لا يتولاها من هذا المنظور، وان علاقته طيبه مع الكثيرين من الاقباط، خاصه اثناء فتره الدراسه ابتدائي واعدادي وثانوي. اقرب الاصدقاء ليه ناس اقباط. شويه من المسيحيين خدوا الكلام بشكل ان هو مهين للاقباط. انا شفت الفيديو، انا مش شايفه فيه اي حاجه. هو بيقول للبابا لم عيالك. كتير بقى قال لك البابا ملوش حكم علينا، قال لك مش عارفه ايه. الكلمه المتعارف عليها ان البابا اب لينا. البابا قداسه البابا اب لينا. انا شايفه ان الكلمه ممكن كانت تعدي مرور الكرام، ما كانش مستاهله كل هذا الدقيق، لان البابا ابونا بصراحه يعني. وان هو بيوجه الكلام للناس اللي عماله تنتقده من المسيحيين. فالكبير بتاعكم مين؟ البابا. ناس بقى كاتبه ان كل واحد ليه شخصيته المستقله، والبابا مش عارفه ملوش حكم على حد، ومش عارفه ايه ومش عارفه ايه. واول ما تحصل مصيبه نروح جاريين على قداسه البابا نقول له انت فين، ما بتتحركش ليه؟ صح؟ ما نصطادش بقى في الماء العكر. طبعا في الكلام ده مش هيعجب ناس كتير من الاقباط تحديدا، لان الاقباط عايزين يسمعوا جمله واحده، وانتوا عارفين اي جمله عايزين يسمعوا لها. صباح الفل. انا بحب مرتضى منصور مش عشان حبي